السلام عليكم الاخوان بالنسبه لهذا الفيديو غنتعرفوا على كيفاش نتعامل مع مشروع تربيه الارانب من البدايه، اول ما يخرجوا من العش ديالهم من بعد الولاده ديال الام ديالهم. الاخوان، قبل ما نبداو ما نساو الصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبه للاخوان كما كنعرفوا جميعا ان الانثى ديال الارنب كتولد على 30 يوم من بعد التزاوج ديالها، غير كتزاوج كتولد على 30 يوم. اول ما كتولد الولاده ديالها على حساب الام، واش كبيره واش صغيره، على حساب الصغار العدد اللي غتعطينا. العدد الاخوان، الام الا كانت كبيره تقدر تعطيك حتى 12 10 على حساب التهلو. الا كانت مازال صغيره غتعطيك 8. المهم على حساب الانثى واش كبيره واش صغيره على حساب. بالنسبه للاخوان كيفاش نتعامل معاهم من يلا يخرجوا من الغار او العش. الغار الاخوان على حساب الحفره. بالنسبه للاخوان اللي مربين في الحفره غير يخرجوا، راه الطريقه اللي غنعطيكم راه هي هذه. اول حاجه تعامل معاهم بالعلف، عاونهم بالعلف مهما يخرجوا من العش ديالهم، اعطيهم العلف. العلف راه مهم ليهم، كتعاونهم باش غير واحد شويه وتفطم الام ديالهم، ما تخليهمش يبقاو يرضعوا منا بزاف. المده اللي تخليهم يرضعوا الاخوان من الاحسن اعطيهم حتى 20 يوم. والانثى ما تلقحهاش من بعد الولاده مباشره، لا، اعطيها حتى هي 15 يوم 20 يوم الا كنتي باغي تخدم بها مده طويله. اما الا كنتي باغي تخدم بها غير شويه، راه هذاك الشيء كيبقى انت والتفكير ديالك اخويا ولا اختي. بالنسبه للاخوان الفصه حتى هي مزيانه ليهم. الفصه مهمه ليهم بشكل كبير. علاش؟ الا كانت يابسه عطيها ليهم، كانت خضراء حتى هي تعطيها ليهم، راك تعاونهم. الفصه فيها البروتينات، غنيه بالبروتينات، غير عطيهم. وكما كتشوفوا الاخوانات الصغار راه مازال يلا عندهم تقريبا دابا شي شهرين. والطريقه اللي كنتعامل بها راه هي دي اللي ذكرت لكم الاخوان. ضروري من العلف تهلاو فيهم باش يكبروا لك بشكل كبير وبداك الشيء اللي بغيتي انت. ما تهملهمش، الا هملتيهم غنبغي يبقاو ضعاف، ما غاديش يكبروا لك بالزربه وغتبقى غير معذب معاهم. اما الا تهليتي فيهم بالزربه غادي يفيضوا. راه التهلو الاخوان راه صراحه راه ماشي غير في الصغار ديال الارانب، التهلو راه في كل شيء. خاصك اي حاجه تهلا فيها قدرتيها قد بها. انا كنصح اي واحد باغي يبدا هذا المشروع هذا يدير داكشي اللي غيقد عليه. يعني ماشي غير ديرها وتهملها وما تلقاش باش توكلها، غير دير داكشي وكتم غادي بنادم كيطور راسو بشويه بشويه. تحياتي الاخوان، اللهم يسر والله يسهل على اي واحد الاخوان كيتقاتل. تحياتي ليك.